يشرفني أن يكون معي عبر الهاتف السيد الأمين العام السابق لحزب الأفلان، رئيس الحكومة السابق، الممثل الشخصي السابق لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بالخادم، للرد على الاتهامات أو التعليق حول الاتهامات الخطيرة التي أطلقها في حقه وحق عائلته السيد عمار سعداني الأمين العام الحالي للأفلان. أهلا وسهلا بك السيد عبد العزيز بالخادم. أهلا وسهلا بك. شرفتني بهذه المكالمة وشرفت قناة البلاد وحصة بلا قيود، ومن دون شك عندي لك سؤال تقليدي في مثل هذه المواقف، وهو تعليقك حول كلام السيد عمار سعداني اللي مسك انت شخصيا ومس عائلتك. بسم الله الرحمن الرحيم، وتحية طيبة لضيوفك وللمشاهدين. إن الشر مبدأه الكلام، فأنا بحمد الله ونعمه قاررة عيني وطيبة النفس، ولا أرى أي اهتمام لافتراءات السيد الذي ذكرته وبهتان هذا الرجل، وقد رد عليه بالدليل والبرهان الأهل والإخوة والأحبة في المنطقة وبفضل الله في وسائل التواصل الاجتماعي بالهاتف بالرسائل النصية. وإذا سمحت أنا أغتنم هذه الفرصة لأوجه لهم جميعا أسمع عبارات الشكر والعرفان، وطبعا تحية إجلال لعماد وقلاع الثورة في كل ربوع الوطن الحبيب، الثورة التحريرية، من جبل عصفور وجبل عنتر إلى جبل المامشى مرورا بالورسديس وجبل العمور وجبل كسال وجبل كحيل وجبل الناظور. ولكن من الخطب الجليل البلاء العظيم أن يلي أمر حزب جبهة التحرير الوطني معذرة سفهاء يتخذون المال العام دول والمناضلين خول، ويتخذون الضحالة والخطاب القذر والفاسدين واجهة لحزب بمتانة وبتجذير جبهة التحرير الوطني. فالأسف لا يعتريني مما قاله، لأن الدليل والبرهان موجود في وزارة المجاهدين وعند المجاهدين، لكن للأسف يعتريني والحزن يخابرني عندما أرى الضحالة التي وصل إليها الخطاب السياسي لأكبر قوة سياسية في البلاد، تمتلك الأغلبية في 1031 بلدية، وتمتلك الأغلبية في 44 مجلس شعبي ولائي، وتمتلك الأغلبية في غرفتي البرلمان. يصل بها الحديث إلى هذا الضحالة. هذا الذي يؤسفني، بينما كان المطلوب أن يكون الخطاب حول أوضاع الحزب، حول ما يجمع، حول ما يجند، حول ما يفتح باب الأمل أمام الشباب، حول السياسة الصحية وما ينبغي فعله، حول السياسة التربوية وما ينبغي الدفاع عنه وما ينبغي إصلاحه، حول صندوق ضبط الإيرادات الذي كان احتياطي الأجيال القادمة والذي تبخر بفعل رفع السعر المرجعي إلى $50 في مشروع قانون المالية، حول البطالة، حول التقاعد، حول العجز في ميزانية التسيير، حول تقلص ميزانية التجهيز، مع تقديم الاقتراحات، لأن احنا حزب أغلبية، عندنا بدائل، عندنا اقتراحات حول الأخطار المحدقة بالجزائر، حول التعبئة بوحدة الصف لمواجهة هذه الأخطار. هذا اللي كان مطلوب، ولكن للأسف الشديد هذا كان مركز في جانبه الأول على مدح، ولكن مدح مغرض، وفي جانبه الثاني على قدح. ولهذا أنا الذي يؤسفني هو هذه الضحالة في الخطاب، ويعتريني أيضا الحزن عندما أرى وزراء الجمهورية المنسوبين إلى الحزب ودكاترة جامعيين لا يستنكرون هذا السقوط، بل يصفقون ويضحكون حتى النواجد
منتشين من الرداءة. وصدق عبد الحميد مهري رحمه الله عليه عندما تحدث عن الرداءة قائلا للرداءة أهلها. سيد عبد العزيز بن الخادم، في هذا السياق ربما حصة بلا قيود لديها معلومات مؤكدة بأن السلطات العليا، أو خليني نقول رئيس الحزب ورئيس الجمهورية، عبر عن امتعاضه مما جاء من كلام السيد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، كما أنه الوزير الأول أيضا عبر عن امتعاضه وبلا قيود تملك معلومات من جهات رسمية بأنه تحدث معك شخصيا وأنه يعني شرح لك الوضع. زيادة على هذا خليني نقول بأنه اليوم السيد أحمد أويحيى شفناه يعني يتكلم وقال بأنه ما يمتلكش مشاعر موسمية، وأنك صديقه وأنه يحترمك ويقدرك. وزيادة على هذا شفنا وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا بنسبة 99% متضامنة معك. وش شعرت لما السلطات العليا تضامنت معك ممثلة في رئيس الحزب والوزير الأول وحتى أحمد أويحيى اليوم سيد عبد العزيز بن الخادم؟ هو الله يجزيهم خير، لأن هذا إحقاق للحق فقط ودرء للمفاسد، لأن الخطاب السافل لا يقبله أحد. هذا لما قلت لي فقط على الوزراء، يعني السيد الوزير الأول نظن كان واضح في هذا السياق يعني. لا هو انا لا طبعا المجالس بالامانات، ولكن هذا الامر الذي يقلق هو لان نقول للمحسن احسنت، قال لي ودي رفع المستوى برك تاع الخطاب السياسي نتاع اكبر قوه سياسيه في البلاد، هذه جبهه التحرير الوطني وما ادراك. ولكن للاسف هو الان المخلوق هذا ينطق الافك بلسانين، وعين الشيطان له عون، فلا يعرف الا ان يوقد بين الناس الحطب الرطب، ولا يعرف الا القذف والبهتان. ولابد العمل الان، اقوله صراحه، لابد العمل الان للمناضلين الشرفاء في كل انحاء الوطن من ان يعملوا على تخليص حزب جبهة التحرير الوطني من هذه الرداءة، لأن لا لوم على الطبل حين يدردر، اللوم على القارع والخزي للراقص والهوان لمن يصفق. ولنا الخيبة في الجزائر وفي جبهة التحرير الوطني في زمن الرداءة، سئمنا واكتفينا بالفضائح، وأخشى أن تصير الأمور إلى عواقب المساءة. لهذا لابد من تخليص الحزب من هذه القيادة. تريد إضافة شيء السيد عبد العزيز بن الخادم؟ شكرا، بارك الله فيكم. مشكور السيد المحترم عبد العزيز بن الخادم، بارك الله فيك. شكرا.